صباح الخير. أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من صباحنا أحلى، ودايما معاكم صباحنا أحلى. النهاردة بقى صباحنا أحلى بجد، علشان عندنا حدث عالمي كبير بعد ساعات إن شاء الله هيحصل، وكلنا فرحانين وكلنا متحمسين وحابين نتفرج وحابين نشوف، واحنا فخورين جدا من قبل ما نشوف أي حاجة، مطمنين جدا الافتتاح هيبقى جميل وهتبقى حاجة مشرفة جدا. زي ما حضراتكم اكيد كلكم شايفين ومتابعين، ناس كتير جدا بما فيهم مشاهير غيروا البروفايل بيكتشرز بتاعتهم على السوشيال ميديا بالاي اي طبعا لللبس الفرعوني الجميل. حاجة جميلة، كلنا بنتحد على حدث جميل مهم تاريخي كلنا فرحانين بيه. انا نفسي حطيت صورتي باللبس الفرعوني، وطبعا ده كل ده بالذكاء الاصطناعي، وناس كتير عملت كده، واللي حاطط الملك واللي حاطط الملكة واللي حاطط يعني بصوا حاجة جميلة ومبهجة، وكلنا مبسوطين وفرحانين. ان شاء الله هيبقى حدث جميل مشرف، موسيقى جميلة، عرض جميل، رؤساء كتيرة جدا حاضرين، ناس مهمة جدا حاضرة الافتتاح، وكلنا ان شاء الله هنتفرج على الافتتاح، سواء كنا في بيوتنا، سواء كنا بنزور بعض، سواء كنا في الشوارع. اسكندرية في اماكن كتيرة جدا معلن عنها هتتحط فيها شاشات كبيرة، الناس كلها تفرح مع بعض. امبارح كان في حاجة حلوة قوي، ناس واقفين قدام المتحف بيرقصوا بيغنوا، واتوبيس سياحي كبير معدي، طبعا دي حاجه مش متحضره، فالاتوبيس توقف والسياح الاجانب نزلوا يحتفلوا مع المصريين بافتتاح المتحف، وما اجملها دعايه وحاجه مش مترتبه وحاجه مش متوضبه، لكنه شعور انساني جميل. المتحف المصري الكبير فخر لينا، كلنا فخورين باننا عندنا هذه الحضاره وعندنا هذا التاريخ وعندنا هذه الاثار. خلوني بس اقول لحضراتكم معلومات بسيطه جدا. النهارده حلقتنا كلها طبعا هنتكلم فيها من نواحي مختلفه عن المتحف الكبير وافتتاحه النهارده.